انتشر في الفترة الأخيرة ناس كتيرة قوي اتجهت من اتجاه تاني خالص. ربنا أكرمهم ورضي عنهم وخلاهم من سكة لسكة بقت أحسن بكتير. من ضمنهم سما المصري، لهند المذيعة، لأدهم النابلسي اللي اعتزل الغنى وبقى يئم الناس في الجوامع، وأسماء بنت شريف منير وغيره وغيره وغيره. طلع علشان بقى أتكلم عن نوعية الناس اللي بتقعد تكتب كومنتس للناس دي: انتوا طالعين عشان ترندات، انتوا بتعملوا كده عشان تجذبوا مشاهدات، انتوا اصلا اكيد مش عارفه جواكوا وحش، انتوا ازاي بعد ما كنتوا بتعملوا كذا تعملوا الحاجه الكويسه دي. طلع اتكلم عن فئه الناس دي اللي بتكره الواحد في الحاجه الكويسه اللي هو بيعملها، وعايزه اوجه لهم كلمه: انت مش هتستفيد حاجه غير هتاخدوا ذنب، الناس هتنفر منكم جدا وهيبعدوا عنكم وهتلاقوا نفسكم لوحدكم، كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. وكمان الاشد بقى ان انتوا ممكن تبقوا سبب في ان حد ما يكملش في الخير اللي هو بدأ فيه، وتخيلوا ده عقوبته ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو هم واخدين ده علشان يطلعوا ترندات، كلمتك الطيبة ممكن تبقى سبب في ان هم يتكسفوا ويكملوا في الخير ده. ولو هم نيتهم كويسة فانت كده هتبقى خدت سيئات عن ان انت اسأت ظنك بيهم. دايما خليك لين في الكلام وفي الطريقة وفي النصيحة، وخليك من الناس اللي تحب تاخد بنصيحتهم وتسمع منهم، ليهم أثر إيجابي في الشخص اللي قدامه بكلمتك الطيبة. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول: هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وده فيما معناه إن اللي بيدخل الناس النار اللسان، الكلمة السيئة. فخلي بالكوا، لتقل خيرا أو لتصمت. لو عندك كلمة كويسة قولها، ما عندكش اسكت خالص.